فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. ويل يعني عذاب وهلاك شديد، يعني أكن ربنا بيقول يا ويلهم. يا ويلهم مين بقى؟ الناس اللي بتصليش؟ لا، ده الناس اللي بتصلي بس بتأخر الصلاة عن ميعادها، عندها كسل في أداء الصلاة، دولت اللي يا ويلهم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اللي بتأخر صلاة يا ويلكم، وبيقول لهم إن لكم عذاب وهلاك شديد، فما بالك أنت بالإنسان اللي بيصليش؟ طب ده نقول له إيه؟ الآية اللي بعدها الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون يعني بيعملوا العمل علشان خاطر نفسهم أو علشان خاطر الناس، مش علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا يروح يصلي علشان الناس تقول عليه بيصليش، يروح يقضي واجب عزاء أو جنازة علشان الناس تقول إنه جه وإنه شارك، يأكل مساكين أو يطعمهم علشان الناس تقول لك إنه بيخرج لله وبيذبح مثلا ويأكل الغلابة. بيعمل ده كله علشان خاطر الناس وعلشان خاطر نفسه، مش علشان خاطر ربنا. دي صفة وحشة. ربنا قال الذين هم يراؤون، مش بيعملوا لوجه الله. ويمنعون الماعون